قاصد كريم وبعودة يا أهل الله. رمضان كريم إن شاء الله. جايين الموسم بالفرحة وغرضنا الجبر والبسمة في الجبر محلاه ده الأجر. رمضان كريم وكرمه في الكترة واللمة. شد الرحال يا عمران، شد الرحال يا عمران وامشي في بلاد الله. وراك جيش يا ابن الحلال بيسعى في الخير وبيتمنى رضاه. واحنا بنلف في الشارع شفنا الراجل ده قاعد مهموم وما كناش عارفين قصته. قررنا ان احنا ندخل عليه ونشوف ونعرف قصته فيها ايه. تمام. ايه الاحوال؟ والله بنرمى على معاش. تسمع حضرتك ايه؟ فوزي. ايه الاحوال معاك يا عم؟ والله سيئة سيئة للغاية. انا لا مؤاخذة مضروب في ليبيا 3 رصاصات في رجلي هنا. ايوه. وبص رجلي حضرتك عاملة ازاي؟ طبعا ما كانش ينفع نبين المنظر للسادة المشاهدين عشان المنظر كان صعب. لا السلام عليكم. وعندي سكر وعندي ضغط وعاخد علاج اعصاب. بتصرف منين يا عم فوزي؟ والله من الحبايب اللي زي حضرتك كده. انا النهارده واحد في العاشر هنا دفع لي 200 جنيه هوات عشان برمى على المعاش، وقال لي يا عم جبتهم اللهم بارك، ما جبتهمش ربنا يسامحك. ولادي تعبت فيهم وربيتهم وسافرت وتغربت وتكسرت ودنيتي وحشه وما سالوش فيا. رموني. ولادك فين؟ في مصر. ما سالوش عنك؟ لا ولا حاجه. انت اصلا من سوريا ولا من مصر؟ لا انا اصلا من الصومعة الشرق. مركز خميم. وولادك سافروا يعني قاعدين في القاهره ومش شيء برا وشيء قاعد وتعليم عالي كلهم شهادات ما بيسالوش عليك؟ ويسالوا فيا. انا ساكن في وضع لا مؤاخذة والله الكلب مسكن فيه، والله العظيم الكلب مسكن فيه. شبر في شبر ب 600 جنيه. لو قلعت الهدوم لا مؤاخذة ووريتك رجلي تخاف من شكلها. بص يا عم فوزي، احنا برنامج اسمه برنامج صعيدي في الخير. البرنامج ده هيتذاع في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. هسألك سؤال، لو جاوبت علينا فيه ان شاء الله تكسب معانا. احنا مسابقة يعني في الشارع، تمام؟ اتفضل. انت طبعا مسيحي مش مسلم؟ مسيحي. طيب احنا عندنا كام عيد؟ عيد المسلمين؟ رمضان الضحية. رمضان الضحية. ما شاء الله عليك يا عم فوزي. وانتوا عندكم كام عيد؟ اعياد كتير قوي. بس احنا في الاول وفي الاخر احنا واحد كلنا واحد يا بيه. أيوة. يا بيه كلنا واحد. انا وريت الاستاذ البطاقه والما وقفت قدام قلت لنا على فكره مسيحي بس ما مدش يدي. انا لا مؤاخذه خريج رابعه ابتدائي لكن دماغي موزونه يعني ما نخبطش. بعدين الصحه. بعدين في احترام للكلام. صحيح. انا بكره محتاج حضرتك اعمل ال3 حاجات دول في المستشفى. اللي هم ايه دول؟ ما اعرفش. بص حضرتك دول عشان يطلع لك الميعاد؟ ايوه. انا النهارده ورطت يسار ذبحوا لي واحد فاعل خير 200 جنيه. وبكره هخلص الورقه دي. ال3 حاجات دول انا ما عرفتش اقرا طبعا. انا كل اللي فاهمه ان دي اشاعه مقطعي. ايوه. هل يصرفوا كام دول؟ انا ما اعرف. عايل همهم قوي دول. ماشي يا عم فوزي، انت عموما يعني كسبت معانا. دي جايزه ماليه مقدمه ليك من مستشفى دار الطب. حابين نقول لك كل سنه طيب ورمضان كريم علينا وعليك. بارك الله فيك. يمكن الحاجه جت في وقتها. ممكن. ممكن يعني انت عامل حساب بتقول بكره طب انا هجيب منين بتاع. والله ربنا يعلم. والله والمسيح والمصحف ربنا يعلم. الحمد لله. وعلى فكره انا كل يقول لي بقدس اقول له قول صلي على النبي ونسمع قران. نقعد هنا مخصوص عشان نسمع الشيخ ودي ما نخافش منها انا لان العقاب عند ربنا. لو انت بتخاف من المخلوق لا مؤاخذة خليك خايف. عيش جبان وموت جبان. لا انا بخاف من اللي خلقني بس. المخلوق مش بخاف منه وما بوقفش على حد اقول له اديني 10 جنيه. انا كنت قاعد من كام يوم هنا وكان في راجل هو ومراته لا مؤاخذة بياكلوا كريب وانا كان نفسي في الكريب. الراجل يقول حس بيا والمرأة بعد ما عبيتها بتاخد بنته 50 جنيه. رحت جبت واحد زيي. ما شاء الله. ليه حكذب؟ لا اكذب ولا اتجمل لكني اقول الحقيقة. بالظبط. احنا عايز اقول لك احنا من بدري بنلف. يعني دخلنا هنا صدفة داخل هنا صدفة. سبحان الله يعني ربنا ساجن عليك. انا ما بجيش كتير هنا على فكرة. ايوه هو نصيب الحمد لله. نصيب. بارك الله. ماشي يا عم فوزي شكرا. الله يخليك وانت طيب. انتوا طيبين. الله يخليك. سلامة الله. مع السلامة حي. هذا البرنامج برعاية الجودة بالموجودة راضي الناس. خليك كريم باللي في ايديك. الجودة بالموجودة من الناس والخير
خير كتير ليا